آلة الطلاق الجريمة بجميع أنواعها، الجرائم على الأعراض، والجرائم على الأشخاص، والجرائم على الأموال. ضحايا الطلاق كثر، وتحول بعضهم إن لم أقل معظمهم تحولوا إلى ناس ماشي ملاح. ومن الأمور المحزنة جدا، مؤخرا درت محاضرة في واحد المركز اللي راه يأوي الصغار، يعني 13 14 اللي داروا جرائم، هذا في المخدرات، كل واحد وين. واحد منهم لم يفعل شيئا، قلت له: ما الذي أحضرك إلى هنا؟ قال: طلاق ومشاكل وإما وبابا وكذا، ما قدرتش نعيش لا مع خوالي لا مع عمومي لا كذا، جيت للمركز، أنا عايش أنا في المركز والسلام. فهمتوا جماعة الخير؟ لذلك كي نروحوا نزوروا السجون ونديروا محاضرات مع هؤلاء إلى آخره، يعني واحد يحزن جدا. نقول هذوك الزوج والزوجة، نقول لهم يعني زعما كان غير الطلاق حل؟ إيه الطلاق حل؟ قد يكون الطلاق حلا بيقين، ولكن هل أصبتم يعني السنة في إيقاع الطلاق السني المشروع، أم استجابة للهوى؟ فأحكام الطلاق هي أحكام شرعية حافظة، وليست أهواء تتحكم في الإنسان ثم يستخدمها بدون وعي، ولكن بلا نظر حتى إلى المآلات. وقد علمنا الإمام الشاطبي في كتابه، في سفره الجميل كتاب الموافقات، من روائع ما كتب العلماء هو هذا الكتاب، كتاب الموافقات للإمام الشاطبي، في الجزء الرابع في الصفحة 140، الصفحة اليمنى، المسألة العاشرة، افتح القوس: والنظر في مآلات الأفعال مقصود ومعتبر شرعا. معنى واحد يشوف القدام، يشوف غير قدامه، يشوف قدام مآلات هذه التصرفات، هذه الأفعال وهذه الأقوال.